السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الأعزاء في كل مكان، أسعد الله قلوبكم، أسعد الله أوقاتكم. أما بعد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. موضوع حلقتنا لهذا اليوم من أحد التعليقات: الأنثى لا تعطي الذكر وضعية التزاوج. في البطن الأول البيض فارغ ويوجد شجار، في البطن الثاني لا يوجد شجار، توجد ألفة ومحبة وإطعام، وأيضا البيض فارغ. أنا أستنتج من هذا الموضوع أن الأنثى تعطي الذكر وضعية التزاوج، ولكن في أماكن لا يستطيع الذكر أن يلقحها فيها، مثل العش. الأنثى تجلس داخل العش من الداخل يكون مجور، جورة، حفرة، فيكون بطن الأنثى وفتحة إبرازها إلى الأسفل، فعندما يقف الذكر ليلقح الأنثى لا يستطيع أن يوصل فتحة إبرازه إلى فتحة إبرازها، لأنها تعطيه وضعية التزاوج داخل العش. ماذا نفعل لنحل هذه المشكلة؟ نضع قطن ونجعل منسوب العش عالي، ولكن هذا متى؟ قبل أن تبيض الأنثى أي بيضة، يعني بعد جهوزية بطن الأنثى وتجهيز العش كاملا، نقوم بعد ما هي جاهز العش هيك وبنشوفها بتحط، يعني نراها تضع وضعية التزاوج داخل العش، نضع هذا القطن. عندما تعطي وضعية التزاوج فوق القطن بهذا الشكل وقد جعلناه على مستوى العش، فإن ذيل الأنثى يكون إلى أعلى ويمكن الذكر أن يخصب الأنثى، وبالتالي سنأخذ أكثر من 70% من البيض مخصب من كبسة واحدة أو من تلقيحة واحدة، بالتالي نكون قد حلينا المشكلة. طبعا هذا ينطبق على العش الداخلي الخارجي والعش الداخلي بنفس الفكرة، مع إضافة أننا نضع مجسم واحد فقط في القفص، لنضمن بقاء الأنثى دائما بالقرب من الذكر، إما فوق العش أو على مجسم واحد فقط لكي تعطي وضعية التزاوج. هذا والله الموفق. أرجو أن تكون الفكرة قد وصلتكم. لا تنسى اللايك، لا تنسى الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.